Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan halkan kusoo gudbinayaa muuqaal yar oo gaaban oo muujinaya dad muddo hadda laga joogo 500 sano ka hor ku noolaa waddan oo muslimiin ah oo sida Soomaalida sameeyey. Waxay samaysteen 23 maamul goboleed, mid walba midka kale ayuu col la ahaa. Waxaa isku soo ijaaran jireen dad ka duwan ayaga. Marka ugu dambaystii masiirkoodii wuxuu ku dambeeyey iyo sida loo galay muuqaal muujinaya. الصليبي في محاكم التفتيش. الهدف من هذه المحاكم كما يزعمون هو تطهير أسبانيا من الإسلام والمسلمين. سيلقى هذا الفتى أشد أصناف العذاب. ما ستشاهدون في السنوات القادمة أمر لا يصدقه عقل بشري. هذه آلة شواء البشر، شواء المسلمين بالأندلس. يربطون بهذه الطريقة. كانوا يعدمونهم حرقا بالنار في الأسواق. ليست مناشير خشب، كان ينشر فيها المسلم حيا حتى الموت. وهذا الصندوق البشع ايش تتوقعون بداخله؟ الموت طبعا، ويغلقون عليه والحديد يدخل ويتخلل جسده. تفننوا في صنع الخوازيق، يربطون المسلمين والمسلمات بهذا الحديد ويجلس على هذا حتى الموت. وهذا الكرسي مخصص لتمشيط الجسم، تمشيط اللحم عن العظم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كرسي الاعتراف الحديدي المسنن، يجلس عليه المتهم حتى يلقى الموت، مثل هذه الصورة. وهنا تثبت الأرجل بالمسامير ويجر الجسد حتى يتمزق. ما هذه البشاعة، ما هذا الحقد. الميؤوس منه من المسلمين يوضع في القفص ويعلق في المدينة ويترك حتى يموت جوعا وعطشا ويصبح هيكل عظمي. هذه أدوات الوسم بالصليب، يضعونها في النار حتى تحمر ويسمونهم فيها، واسمين الصليب على صدره بالنار. هذه الأدوات كانت توضع في الدبر أعزكم الله، تدار وتفتح حتى تقطع الأحشاء الداخلية للإنسان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مخصص للإعدام، لقطع الرؤوس. الإعدام بالفأس والسيف كان يتمناها الأسير في محاكم التفتيش في كل وقت كي يتخلص من هذا العذاب. وما أكثر المتباكين اليوم على محرقة اليهود في الحرب العالمية، الهولوكوست. وعزائي لمسلمي الأندلس، لا بواكي لهم.